أهلا مشاهدينا الكرام، في هذا الفيديو تحليلي من جديد منصة التواصل الاجتماعي اشتهرت من جديد بخصوص سلامة المنتجات الغذائية ديالنا. اليوم الضجة كتوجه اتهام مباشر لشركات معروفة في المغرب بعد ما انتشر فيديو على نطاق واسع كيوجه أصابع الاتهام لهاد الشركات وكيزعم باللي كتستعمل مواد مسرطنة بصناعة الأجبان اللي كنستهلكوها يوميا. هاد التحذير الخطير اللي كيهم صحة المواطنين وكيضرب في مصداقية الصناعة الوطنية كيفرض علينا نوقفوا عنده بالتدقيق. بعد انتشار هذا الفيديو خرجوا خبراء التغذية والقانون الغذائي بتوضيحات حاسمة. توضيحات كتأكد أن الفيديو المنتشر مضلل وكشفات عن حقائق علمية وقانونية مهمة حول المضادات الغذائية والمسؤولية الأخلاقية. أكدوا الخبراء أن نشر الفيديو كان خطأ كبير بحيث استغلوه الجهات المعادية لبث الفتنة وحذروا من المساءلة القانونية بسبب ذكر اسم الماركة وهو تشهير واضح يعاقب عليه القانون. هذه المكونات كانت عليها ضجة كبيرة، وهي هذه المكونات هي البوليفوسفات والكاراكينان والكازانتان. في الحقيقة هي مستحلفات ضرورية تقنيا لجعل الأجبان مطبوخة متجانسة وقابلة للدهن. كما أكدوا خبراء التغذية بأن هذه المضادات موجودة في 99% من جميع المواد الغذائية المعلبة والمصنعة بما فيها المشروبات الغازية والمنتجات اللحوم المصنعة، وبالتالي التركيز على هذا المنتج فهو تضليل. نصيحة مشاهدينا هي تجنب جميع المواد المصنعة والاعتماد على الأكل الطبيعي لتفادي تراكم المضادات المضرة. واللي بغى يتعمق أكثر في الجانب العلمي والتقني لهذا الملف غادي نخلي لكم رابط الفيديو ديال الدكتور محمد الفايد في الوصف ديال هذه النشرة اللي كيشرح فيه كل شيء علميا وبالتفصيل. وهنا كنكون وصلنا لنهاية التحليل ديالنا لهذه القضية. شكرا لكم على وفائكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.